بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم حبيباتي الغاليات، نتمنى تكونوا كامل بخير وتكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال إن شاء الله تعالى. اليوم راح نديروا مع بعضنا وصفة ميني كيش بعجينة سحرية، يجيو بزاف بنان خفاف وهشاش ما شاء الله. خبيوا لي الوصفة هذه على رمضان راحين تحتاجوها. شوفوا الله يبارك كيفاش يجيو تحفة هايلين بزاف بعجينة بدون زبدة، راح نديروها غير بالزيت. كملوا معايا الفيديو للاخير بلا ما تنسوا الصلاة والسلام على خير الانام محمد صلى الله عليه وسلم، وبلا ما تنسوا جام للفيديو. هيا ديروا جام، ما تبخلوناش بالجام تاعكم يا اخي راهي باطل. ديروا لنا جام. نبداو بسم الله. عندي لهنا درت نص كاس تاع حليب مع نص كاس تاع الزيت. هذه العجينه تجيكم هايله. درت عليهم رشه هكذا تاع خميره الخبز، متكثروش بزاف، مغرفه صغيره تاع سكر، مغرفه صغيره تاع ملح، نديرو حبه تاع بيض ثاني تكون صغيره، نديرو لهنا رشه تاع خميره تاع الحلويات او على راس المغرفه برك صغيرونه خميره الحلويات. نخلطوا هذه الخليطه تاعنا مليح، نحلو هذيك البيضه مع الحليب مع الزيت، نخلطوهم مليح يتجانسوا. سهله بزاف هذه الوصفه وتحتاجوها يعني هكذا جاي رمضان. لبالي بزاف يحبوا لي كيش. لهنا نبدا نلم هذاك الخليطه تاعي بالفارينه. درت الكاس الاول. هذه العجينه راح تدي لكم ما بين 2 كيسان ونص حتى ل 3 كيسان غير ربع. هذا هو المقادير تاعها يعني المضبوطه، وصاديبون على كل وحده والفارينه تاعها قادره تدي معاك اقل اذا كانت الفارينه تاعك ما تشربش. هنا هاني في الكاس الثاني. متعجنوش العجينه تاعكم، لموها غير برؤوس الاصابع، ولازم العجينه تكون طريه ما تكونش يابسه، ما تشيحوهاش بزاف. هنا كملت الكاس الثاني. انا ما حبيتش نسرع معكم الفيديو، ما حبيتش نسرع يعني بزاف، كاين مقاطع برك درت لهم تسريع. هنا جبت نص كاس ونشوف. انا دات معايا العجينه هذه 2 كيسان ونص. نتوما تقدر تدي معاكم اكثر كما تقدر تدي معاكم اقل. كما قلت لكم المهم نلموها عجينه تكون طريه ما تكونش يابسه، باسكو راهي بالزيت ديجا، تسمى لازم نخليوها شويه مش طريه تلزق في اليدين، ما تكون طريه باسكو راح نخليوها تروبوزي شويه، راح تزيد تحكم روحها وتشرب سما مليح. نغطيها لهنا ونخليها تروبوزي ما بين ما وجدنا يعني الحشو تاعنا. انا لهنا الحشو درت مقله فيها شويه تاع الزيت، قطعت البصل قطع هكذا، اللي تحب تقطعوا رقيق على هكذا انتي حره، انا نحبو هكذا. هنا درت 2 حبيبات تاع البصل من هذا البصل الطويل، ودرت معاهم حبه تاع فلفل حار. اللي تحب دير الحلو دير الحلو، اللي تحب دير الحار تحب ما ديرش مره الفلفل ماهيش مشكل. انا لهنا راح نذبلهم مليح باسكو لهنا انايا عندي الدجاج تاعي طايب، سما شتو كي نشريو الدجاج ويقعد لنا هذاك الزدر دي فوا ما نلقاو ما نديرو به، سما لهنا حبيت ندير به هذه الوصفه. لهنا قليت البصل تاعي مليح ذبلوه حتى يبان لكم باللي رايح يتكرمل. لهنا اللي عندها الدجاج تاعها موش طايب تقدر تقليه هو الاول في المرحله الاولى، ومن بعد تضيف معاه البصل يتقلاو مع بعضهم. انا كي عاد عندي الدجاج تاعي طايب قليت البصل، شوفوا كيفاش ذبال، ومن بعد قطعت هذاك الزدر هكذا، قطعته طراف صغار، تقدروا ترحيوه في الاشوار ثاني نورمال. انا حبيت نقطعه نخليه ثاني يزيد يتحمس مليح مع ذاك البصل ويدي النكهه تاع التقليه. هنا نضيف عليهم التوابل، درت فلفل كحل ودرت الكزبر والملح. هذا هما التوابل اللي درتهم برك يعني ياسر، ويخليو النكهه تاع الدجاج باينه، ونكهه نكثروش توابل بزاف في لي كيش. كشتو درت الفلفل الكحل والكزبر والملح، نخليها شويه هكذا تزيد تتقلى لي شويه، قسم نحس هذاك الدجاج تاعي شغل تحمر لي شويه برك ونطفي عليهم.
خليهم يبردوا بجيه. ووليت لهنا العجينه تاعي اللي خليتها روبوزات شويه قسم ما وجدت الحشوه تاعي نجي نحلها بهذه الطريقه عادي. نحلوها بالحلال، رشوا برك شويه فرينه باش ما تلزقش معكم، ما تلزقش يعني عجينه الزيت ماهيش راح تلزق معكم. هنا نوجدوا لي مول تاعنا تاع لي تارتوليت هذو ولا تاع لي كيش، انا ما دهنتهمش يعني مالفه نطيب فيهم. اللي تشريهم اول مره وذاك تخافوا تلزق لكم ادهنوهم بشويه تاع زبده ولا ورشوهم بالفرينه باش ما يلزقوش معاكم. هنا نحطوهم كما كنتوا تشوفوا ونعقبوا عليهم هكذا الحلال باش يتحلون يتنحاو لنا نورمال. سهله الطريقه يعني ما فيها والو. لهنا نحيو بالحبه ونسقموا الحبه تاعنا. شوفوا كيفاه بالاخص في هذوك الحواشي تاع الحبه سقموهم باش تجيكم الحبه تاعكم متحوفه. وتقطع الله يبارك هذه الكميه يعني بنص كاس تاع حليب ونص كاس تاع زيت دير لكم يعني ما شاء الله ويتاكلوا ثم يعني قد ما تاكلوا منهم ما تشبعوهم. شوفوا لهنا انا درت صغيرين شويه والكبار دارت لي منهم هذه العجينه 12 حبه والصغيرين دارت لي 13 حبه. سما العجينه كامله. شوفوا اللي تبقات لي ما عجنتهاش في بعضها غير لميتها برك وخليتها تستراح ومن بعد عاود حليتها عادي كيما الاولى نفس الطريقه. نثقبوهم هكذا بالفرشيطه كامل ساير داير حتى في الجوانب ونكونوا مشعلين الفور على 180 درجه. انا ندخلهم يطيبوا لي ابلون ثم ميم با نص طياب يعني تقدروا تقولوا نص طياب يطيبوا بيض ينشفوا برك. وباش ندير لهم الحشوه تاعهم بهلي حابه تخبيهم في هذه المرحله طيبيهم ابلون وديريهم في المجمد تاعك ونهار تحتاجي تستعمليهم جبديهم عادي. لهنا نوجدوا لهم لاباراي تاعهم. هنا درت 2 حبات تاع بيض مع علبه تاع كريم فريش هذه تاع 20 سنتيلتر. اللي ما عندهاش لا كريم فريش تقدر تعوض بالياغورت ناتور مع نص كاس تاع حليب. ديري علبه تاع ياغورت ناتور ولا 2 مع نص كاس تاع حليب و2 بيضات وديري الحشو تاعك يجيك بزاف بنين يعني ماشي شرط لهنا لا كريم فريش. واللي ما عندهاش لا كريم فريش لا الياغورت ناتور تقدر دير كاس تاع حليب تضيف له رشه عفوا قلت لكم رشه ضيف له مغرفه تاع فرينه مغرفه تكون صغيره. هنا ني درت شويه تاع ملح ما تكثروش بزاف ودرت شويه تاع فلفل كحل ورشه تاع خميره الحلويات خلطتهم مليح. ولهنا نضيف هذاك الحشو اللي كنت طيبته. هنا ضيفوا واش تحبوا نتوما تحبوا تضيفوا فرماج رابي تحبوا تضيفوا فرماج بلون اضافات اللي تحبوهم نتوما. انا درت شويه معدنوس شويه زيتون مقطع دينوايوتي هذا الاخضر. على بالي قلت لكم ما تكثروش الملح بيسك الجبن مالح الزيتون مالح على بها قلت لكم ما تكثروش باش تجيكم سما الذوق تاعها مليح برك. هنا خلطت كل شيء. انا ضفت جبن مبشور ما كانش عندي الجبن الابيض. شوفوا كيفاش يجي القوام تاعها. هنا هم لكم بعد ما طيبتهم ابلون هنا كنت خرجتهم مسخونين يغليو. دوك نعت لكم برك كيفاش يطيبوا. شوفوا كيفاش يطيبوا. اللي تحب تخليهم سما هكذا تخبيهم تقدر طيبيهم هكذا وخبيهم في المجمد تاعك وقت الحاجه كي تحتاجيهم تستعمليهم. هنا رانا راح نطيبهم طبعا طول. هنا عمرت الحشو تاعي في الليمون في لي فون هذو في لي فون دو تارت هذو فون دو كيش نعمروهم يعني هذه الكميه اللي عطيتكم يتعمر لكم قيس العجينه تاعكم كامله. ولا هنا الدجاجه تاعي قبيل كي درتو راهو موش صدر كامل راهو سما طرف من صدر برك موش حاجه كبيره. وشوفوا الله يبارك يعني دير لي كميه ما شاء الله. نطيبهم على فور يكون مسخن على 180 درجه او 200 درجه كل وحده والفور تاعها. بعد اللي يطيبوا راح يتنحاو معكم فاسيلمون من الليمون كيما كنتوا تشوفوا قبيله. شوفوا ذيك التحميره يديوها ما شاء الله ويتنفخوا لكم في الفور ما شاء الله. شوفوا كيفاش جاو تحفه. شوفوا نقسم معاكم حبه بكل صدق ومصداقيه. شوفوا كيفاش يجيو طايبين من تحت محمرين مبسين راهم يعني الصوره راهي توضح نفسها. شوفوا كيفاش يجيو خفاف قد ما تاكلوا منهم مش راحين تشبعوهم. يعني هذه الوصفه اذا جربتوها ما تندموش عليها. اقتصاديه ووصفه سهله ناجحه 100%.
كل يوم يعني يقول لكم ديروهم لنا ولادكم بربي ان شاء الله في رمضان. ما بقى لي في الاخير غير نقول لكم لاول مره تدخل قناتي نقول لك حبيبتي اذا عجبك المحتوى طبعا اشتركي وفعلي زر الجرس وبارطاجينا الفيديو مع صحاباتك، والى اللقاء في وصفات قادمه ان شاء الله تعالى.